سمعته في طب احد البرامج بيقول النادي اللي هيدفع اكتر، في بعض الاحيان يقول لا هو مش هيروح غير الاهلي. الله اعلم، ولكن في النهايه انا بقول لو رغبه اللاعب ان هو يروح النادي الاهلي فلا بد ان يكون الفلوس واحده لصالح نادي اسماعيلي. يعني لو الاهلي هيدفع مثلا 6 والزمالك 6 والمصري 6 فعبد الله السعيد يروح، لكن لو الزمالك هيدفع 2 مليون زياده فطبعا الاسماعيلي هيدور على مصلحته، وهو اولى بال 2 مليون اللي هو كده كده عبد الله السعيد متباع. فهنخش في حسبة خناقات بقالنا 5 سنين في خناقات يا جماعه. بدأناها بالمعتز اينو، وبعد كده ثم دخلنا على لعيبه الاسماعيلي هاني السعيد وجيه وما جاش وهرب وتهرب، ودخلنا على شريف عبد الفضيل، ودخلنا على محمد ناجي جده، وبنخش على عبد الله السعيد، واخيرا احمد علي اللي اتخانق معاه الجمهور وشتمه بسبب ان هو عايز يسيب النادي الاسماعيلي. طيب معانا تامر النحاس، شوفها بيقول ايه على موضوع عبد الله السعيد ونرجع لكم تاني. لاعب بحجم عبد الله السعيد بينتقل من النادي الاسماعيلي، والقطبين بتوع مصر الاهلي والزمالك عايزينه، لازم تحصل القصه دي بالذات انه بيمشي من النادي الاسماعيلي، ويعني والجماهير هناك يعني بتحب ناديها قوي، فما تبقاش متقبله الفكره دي. يعني اهلي وزمالك بس؟ اهلي وزمالك بس، مصري ما نقدرش نغفل المصري، بس انا بتكلم ان الضجه معموله عشان هو هيروح اهلي وزمالك. لو كان هيروح مصري ما كانتش اتعملت الضجه، كان ممكن يروح المصري بهدوء عن كده يعني. طب انت اتكلمت في احد المواقع على لسانك وقلت اللي هو راح النادي المصري ب 25 مليون جنيه. لا لم يحدث، هو الكلام ده كان مبالغ فيه شويه، وكان يعني كلام مش منطقي. هو مستر كامل ابو علي مقدم عرض ب 6 مليون جنيه للنادي الاسماعيلي، لان لو احنا اتكلمنا بمنطق الوقت المتبقي في عقد عبد الله، هذا الرقم يعني يعتبر كمان كبير وكويس جدا انه يتعرض في خلال سنه، ولاعب هيبقى فري فالنادي بتاعه هيستفيد. لكن محاوله النادي الاسماعيلي انه ياخد اكتر من كده اظن ان هم من حقهم، لكن انا اظن الامور يعني اكتر من كده يبقى صعب شويه، لكن يا ريت يجيب اكتر من كده من اي نادي. انا اعرف ان انت امام جامع وما بتكذبش. ماشي. عبد الله السعيد فين السنه دي؟ والله انا احساسي الشخصي ان عبد الله السعيد في الاسماعيلي. بما يرضي الله. والله بما يرضي الله، احساسي لو الاسماعيلي فضل على تصوره في ان عبد الله ممكن يجيب له الارقام الخياليه اللي بيحلموا بيها، مع اني اتمنى انها تيجي، فاظن ان الوقت هيمر عليهم وعبد الله هيفضل في الاسماعيلي. بس انت بتلعب بورقه الاهلي والزمالك والمصري. لا والله هقول لك حاجه، احنا البدايه كلها فعلا للامانه كانت المصري. يعني لم اول نادي تقدم لشراء عبد الله كان المصري، والقطبين كانوا بعاد خالص. الكلام ده من نهايه الموسم اللي فات، او يعني من بدايه الموسم كده، في بدايه فتره الاعداد مع المهندس نصر ابو الحسن، يعني قبل كمان ما يجي المهندس حكومي كان مستر كامل ابو علي اتكلم مع المهندس نصر ابو الحسن في عبد الله السعيد واحمد سمير فرج. الامانه كان اول واحد يتكلم، فلما تعرف هذا الكلام دخل الاهلي والزمالك. دخول الاهلي والزمالك بيضعف شويه فرصه المصري لقيمه الناديين، لكن المصري برضه كبير، ما هو قيمه المصري كبيره برضه. مش قصدي، انا قصدي ان دخولهم بيخلي الامور يعني هنقول مش عايز اقول متساويه، ولكن خلينا نقول انها متساويه، غير انك تخش لوحدك تتفاوض، او يبقى الانديه اللي بتتفاوض ما فيهاش اهلي وزمالك، لان ده بيبقى ايه مطلب. عبد الله بيلعب في الاسماعيلي، النادي من انديه القناه، عشان يروح المصري نادي من انديه القناه، نفس الموضوع. يعني كان المفروض ما يبقاش فيه الناديين التانيين موجودين، كان هيبقى فرصه عبد الله كويسه. فوجود الناديين خلت عبد الله يفكر شويه، بالذات ان الامور الماليه في الثلاث انديه متقاربه بالنسبه لعبد الله، لكن بالنسبه للنادي الاسماعيلي هو بقى اللي في دماغه ياخد 10 مليون، وانا اظن ان الرقم ده يعني يا ريت ياخده، بس مش سهل ان هو ياخده. كابتن اخر حاجه كنت مع عبد الله السعيد امتى ورثته على ايه؟ طيب اخر حاجه احنا بما يرضي الله. هقول لحضرتك حاجه، النادي الاهلي قدم عرض فعلي ب 6 مليون جنيه، نادي الزمالك يقال انه مقدم عرض النهارده بكام انا ما اعرفش، هيبان بكره. المصري مقدم عرض ب 6 مليون جنيه، احنا رامين الكوره في ملعب النادي الاسماعيلي. يا اسماعيلي شوف النادي اللي انت تقدر تجيب منه اعلى سعر وقول لنا عليه، واحنا هنخش نتفاوض معاه. واللاعب ياخد كام؟ لا يعني كارقام هتبقى مرتبطه بالنادي ومرتبطه بالرقم اللي اتدفع، يعني لو دفع فيه 6 غير ما دفع الاهلي 6 والمصري 6 والزمالك مش عارف كام. لسه مش عارف كام، مش عارف كام للاسماعيلي. رجعنا لكم مره اخرى على الايباد. ياسر علي اسماعيلي بعت لي بيقول لي كابتن خمسه اخير، انا بصراحه